النبي صلى على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللي معايا دي عجينه بيتزا. احنا النهارده هنعمل بيتزا. ماما بقى بصي احنا سيبناها تخمر وايه، وبعديها حطيناها ترتاح عشان لما بترتاح بتفرد اكتر، بتتفرد بسهوله. بتتفرد بسهوله. وماما طبعا هتحط لكم المكونات اللي احنا عملنا بيها البيتزا تحت في الكومنتات. بس جانا بقى صممت وقالت لي لا يا ماما انا بقى اللي هحط المقادير اللي فوق. اوعى هتخليك شويه اهو يا ستي. انا بحب ولا يهمك. انا بحب البيتزا بصراحه في البيت اكتر. حاجه البيت احلى اصلا بصراحه، وكمان على الاقل انت يعني ضامنه نظافه الحاجه. غير بره. انا كنت عايزه اخرج مع اصحابي اكل بيتزا، راحت ماما قالت لي يا ماما انا هخرج اكل بيتزا. قلت لها بيتزا وانا موجوده؟ ما ينفعش. طبعا احنا عملناها مع بعض كتير قبل كده، هقول لكم كمان مكوناتها ومقاديرها تحت في الكومنتات. خدي يا جانا شكشكي دي وهاتي انا اعمل دي. خدي هنجيب بقى شوكه ونشكشك. احنا هنعملها بالشاورما، شاورما الفراخ اللي كنا عاملينها معاكم قبل الفيديو ده. وهينزل لكم بقى. عايزاها بقى تعمليها ميكس جبن، عايزه تعمليها بالسجق، عايزه تعمليها باي حاجه براحتك. وساعات بتتعملها ساده. كله متاح وبراحتك جدا. الحاجه اللي انت بتحبيها اولادك بيحبوها اعملي بيها. لو انت بتحبيها ساده اعمليها ساده. طبعا هتتحط في الفرن على درجه حراره عاليه. احنا دلوقتي هتاخد معاكي اللون الذهبي وخلاص على كده. احنا قبل ما نفتح الفيديو كان الفرن اساسا ايوه قبل ما نفتح، قبل ما نبدا اصلا فرد فيها كنت مشغله اصلا اللي هو الفرن. بصوا اصلا عاملين يعني مفيش كيلو دقيق والله، ده هو 6 كوبايات دقيق، 6 كوبايات من الدقيق، وهتعملي كميه حلوه قوي لاولادك. بصوا اللهم بارك. بصوا اساسا بصوا يعني بصوا ايه انا كمان حته تاني. ده بقى قلت اعمله ايه ميني بيتزا صغيره كده بتبقى حلوه قوي. وهنعملها برده قدام. بصوا شايفين كده اتفردت ازاي؟ لازم نعملها كده بالشوكه. ليه بتعمليها بالشوكه يا اسماء؟ عشان ما تتنفخش وتبقى عامله معاكي في الفرن زي الكيكه. وبعد كده نضيف بقى صلصه البيتزا، برضو عملتها معاكم كتير قبل كده، وهكتب لكم كمان مكونات صلصه البيتزا تحت في الكومنتات. هنبتدي كمان اللي احنا نفرد بقى الصلصه كده اهو. خدي يا جنى اعملي بقى افردي كده الصلصه. ماشي اهو. بصوا نفرد بقى الصلصه اهو كده. هنا بقى اول حاجه اللي احنا ضفناها زي ما انا قلت لكم صلصه البيتزا. المكونات بقى اللي احنا هنضيفها على الوش براحتك جدا. انا عن نفسي هضيف الشاورما. هي دي برضه هتعمليها بالشاورما يا ماما؟ هنعمل الاثنين بالشاورما. اوكي اهو. عايزه واحده ساده وواحده كده براحتك عادي. هو انا كنت عامله اصلا الساده اللي هي الشاورما على قد ايه؟ اللي هي الاثنين على قد واحده بس، مش على قد الاثنين. فانت عايزه تعملي ايه؟ في شاورما تاني جوه اجيبها لك تحطيها ولا كفايه واحده؟ كفايه. نعمل واحده كده وواحده كده اهو. هنحط بقى الشاورما زي ما انتم شايفين كده. خلاص حطي زيتون وحطي قوطه وفلفل. سيبي بقى دي تبقى هي الحراقه ولا هتسيبي دي؟ لا سيبي اعملي دي هي السبايسي. عشان انا بحب السبايسي. ماشي. طبعا انت بتحبيها سبايسي اعمليها، انت بتحبيها سبايسي تعمليها زي اخواتي. اخواتي مش بيحبوها سبايسي. انا وماما اللي بنحبها سبايسي. السبايسي هتحطي فلفل بس كده ايه تحرقها شويه فبتبقى حلوه قوي. طبعا هنا طبعا اللي فيها الشاورما فيها القوطه فيها الفلفل فيها كل حاجه. هنحط بقى زيتون كله براحتك كفايه كده. حطي بقى هنا كمان الفلفل والقوطه. نبتدي بقى اللي احنا نضيف الجبنه الموتزاريلا. حطي كمان يا جنى الجبنه بقى الموتزاريلا على الوش. ودايما هقول لك كتري بلاش تستخسري. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا بقى نسمي بالله ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بص الجمال بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. بص الجمال اهو. شكرا على كومنتاتكم اللي انتوا بتبعتها لي. جانا فرحانه بكومنتاتكم جدا قوي. ربنا يا رب يديمكم يا رب دايما نعمه في حياتنا. بصوا بقى دول احطهم هنا اهو. خلاص كده حطينا بقى. عايزه تحطي سجق ماشي. انا حطيت شاورما الفراخ اللي كنا عملناها مع بعض وكمان صلصه البيتزا
ابتديت بقى كمان حطيت زيتون اخضر وزيتون اسود، وحطيت كمان الجبنه الموتزاريلا. ولا- هنا ميكس جبن، تمام؟ يعني هنا ميكس جبن، لكن هنا جبنه موتزاريلا بس. بصوا بقى عشان تطلع بتشد كده وتطلع جميلة. بس كده خلصت اهي معانا زي ما انتم شايفين. اللهم بارك. طبعا الفرن بقى شغال على درجه حراره عاليه. هنبتدي ان احنا نحطها في الفرن كمان ونرجع لكم بعد ما تتعمل. شايفين بقى الجمال؟ ايه رايكم؟ بصوا البيتزا حلوه ازاي. هندخلها بقى الفرن ونجيبها. هنحطها على درجه حراره عاليه. هنبتدي كمان نحطها تحت شويه وبعد كده نسيبها فوق. هتاخد لون معانا وهتتعمل وهتبقى خطيره. دي اللي انا عملتها، ودي انا اللي عملتها. وتسلم ايد جنى. تسلم ايد ماما. يلا نحطها بقى في الفرن تخرج من الفرن كمان واخده اللون الحلو، ونرجع لكم وهي ايه، وهي بتمط كده وبتشد بقى معانا، وتاخدي المثلث كده بمثلثه وبألف هنا وشفا على اللي هياكل. يلا بقى نصلي على النبي قبل ما ندخلها الفرن. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وكومنت حلو منكم. يلا بينا نحطها على درجة حرارة عالية قوي، ونحطها من تحت الأول بعدها فوق. يلا بينا نحطها. يلا بينا. أول واحدة بقى طلعت معانا من الفرن. بصوا بقى، بصوا عاملة ازاي، بصوا المطة. اللهم بارك. بصوا الجمال، شايفين؟ ايوه رايحة بينا فين فين فين. بصوا بصوا جمال المطة وحلاوتها. بصوا يا جنى خطيرة اهو. بصوا شايفين عامله ازاي؟ خطيره والله العظيم خطيره. شايفين الجبنه؟ بصوا الجمال اهي. أكني اسمها ايه؟ ايه رايكم؟ بصوا الجمال. شايفين بقى الحلاوة؟ هاتشا بقى هنا. تعالي بقى نقطع يلا الثانيه. التانية بقى ورا نور. الثانيه بقى انا شغلت عليها الشوايه. الثانيه اللي احنا عاملينها بالشاورما، حابه تعمليها كده ماشي، حابه ان انت تسيبيها في الفرن كده لحد ما تتعمل معاكي بالشكل ده برضه هتبقى حلوه قوي. شيلي دي وهات التانية. حاضر. بصوا اي قطعه هتاخديها هتلاقيها كده. بصوا الجمال، بصوا الحلاوه. ايه رايكم؟ يلا خدي حطي دول هنا. بسم الله اللهم بارك. بصوا واخده اللون بقى من على الوش وحلوه قوي. اقول لك على حاجه، انا بحب اقطعها بالسكينه اهي كده. بحب بقى اخليها تاخد لون معايا بتبقى روعه. بصوا جنى ما رضيتش، قالت لي لا انا عايزاها تطلع كده دلوقتي. قلت لها يا بنت سيبيها تاخد لون معاكي. قالت لي لا يا ماما انا هاكلها كده، بحبها كده. دي بقى اللي بالشاورما. انا عايزه اقول لك خطيره والله العظيم خطيره. بتاعتي برضو بصوا حلوة. طبعا انت هتعملي حاجه وحشه يعني ماما تبقى واقفه معاكي وانت هتعملي حاجه وحشه. بسم الله بسم الله. عاملة زي ماما بشاميل. الوش دي عامله زي البشاميل. الوش الذهبي ده. بصوا بقى، بصوا شايفين بصوا الجمال. يا نهار ابيض خطيره. بصوا اهي. دي بقى نقطعها مربعه كده عشان الصينيه اللهم بارك كبيره، فدي هقطعها زي ما انتم شايفين كده. بصوا بقى، بصوا شايفين؟ ايه رايكم؟ انا بحب الفلفل. نسيبكم احنا بقى ونروح ناكل، لان بجد حاجه كده تفتح النفس. نشوفكم ان شاء الله في فيديوهات كتير. نشوفكم حفظ الله ورعايته. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. باي.